على التليفون كابتن عزمي مجاهد مدير إدارة الإعلام باتحاد الكرة المصري. كابتن عزمي ازي حضرتك؟ زي الفل. ازيك يا خلود؟ ازي حضرتك كابتن وباقي في حياتك يا كابتن؟ الدنيا والله. باقي في حياتك يا كابتن. النيو لوك ده برضه حلو اللي انت عامله ده يا كابتن. النيو لوك، عامل نيو لوك انت في شعرك. يعني حلو. كابتن عزمي، الماتشات في كلام، سمعت حضرتك على الراديو في كلام ان تتنقل لقطر او السودان، يعني هل في محاولات فعلا ولا خلاص الماتشات اتلغت رسميا؟ لا، هي طبعا جه جواب صريح وواضح يا كابتن خالد. جه جواب صريح جواب صريح وواضح يا خالد من وزاره الداخليه. موقعه سياده اللواء المحترم سامي سيدهم. يفيد بان مفيش مباريات وديه في الظروف الحاليه. وخلينا واضحين يا كابتن خالد. في احتقان ولا لا؟ لا، ما ينفعش طبعا. احتقان. طب لا، انا قصدي خارج مصر، خارج مصر يا كابتن عزمي. انا بقول لحضرتك اهو، يعني فضل. انا الماتشات بتاع المنتخب في شهر 6. مظبوط. صح. ولو اتلعب دلوقتي ماتشات يا كابتن خالد هتفيدك في شهر 6. احنا عايزين نفهم برضه. لكن احنا طبعا سايبين للمدير الفني اللي يشوفه، يعني هم عايزين يعملوا تجمع. لو في مباريات خارج مصر يعملوها، وانا شايف الى الان لم يحدث اي كونتاكت مع اي دوله الى الدقيقه اللي انا بكلمك فيها دي. واخد بالك؟ لكن الثلاث ماتشات اتلغوا، واعتذرنا عن الدول اللي كانت المفروض تيجي الثلاث دول. لان اولا مديريه امن البحر الاحمر رفضت. وجالنا جواب واضح جدا من اللواء سامي سيدهم بالاعتذار عن تنظيم اي مباراه وديه في الظروف الحاليه. وفي اسباب كثيره جدا، الاحتقان الموجود، اهالي الشهداء. واخد بالك؟ يعني شوف يا كابتن خالد، لما يبقى اب باعت ابنه شايل العلم يجي ملفوف في العلم جثه ومش هنعرف، والى الوقت ما اتخذش فيها حكم. واخد بالك؟ فالناس لن تهدأ يا كابتن خالد، ولا نتحدث على كوره ولا نتحدث على رياضه الا بعد ما ان تهدأ الامور والقصاص من القتله والمجرمين. تمام. عشان نبقى واضحين. طيب كابتن، في كلام جاي لي قوي جدا من وزاره الداخليه لن تقبل اقامه مباراه الدوري قبل شهر 7. يعني والله اللي جالنا من الداخليه يا كابتن خالد، ما في بص، اصل انت دلوقتي يا كابتن خالد بتلاقي اشاعات كثيره جدا. تمام. يعني هتلاقي دلوقتي يقول لك مش عارف هيلعبوا في قطر، لا هيلعبوا في السعوديه، لا هيلعبوا في السودان، لا الدوري يوم 10 بعد 40 يوم انحداد. كل الكلام ده ما تقدرش تتكلم فيه الا بعد اصدار الاحكام القاسيه على القتله. خلينا واضحين. بس بالعربي كده يا كابتن صعب قوي الدوري. الناس فيها يا كابتن، في نار في جوف الناس يا كابتن خالد. تخيل انت، يعني ما انا اب وانت اب يا كابتن خالد. تمام يا كابتن. لما يجي لك واحد ده المصابين كمان ايه، المصاب 40 غرزه 150 غرزه، شيء بشع غير الشهداء يا ابو الكباتن. فانا شايف ان الكلام لن يكون هناك حديث عن عوده النشاط الا بعد اصدار الاحكام اللي تريح الناس. تمام يا كابتن. تريح الناس وتطفي النار اللي في قلوب الاباء والامهات بتوع الشهداء دول يا كابتن. شكرا يا كابتن عزمي. يروح فيه 70 ولا 75 شاب ليه يعني؟ شكرا يا كابتن عزمي، بشكرك.